كلنا سمعنا عن قصة النداهة، وفي اللي صدق وفي اللي مصدقش. ولو رحت الأرياف أو الصعيد هتسمع قصص كتير عنها. النداهة هي في الغالب جن بيظهر على شكل بنت جميلة جدا، وصوتها كمان للأسف أجمل منها. في حالات كتير اتعرضت للموضوع ده وللأسف اختفت. النداهة من أكبر الأساطير ودايما بتطلع بالليل. يقال إنها بتلبس فستان أبيض وعينها مشقوقة بالطول وشعرها لونه أحمر، وبتكون طايرة ومش ساندة على الأرض. البعض بيقول إن الملح هو الوسيلة الوحيدة للتخلص منها. النداهة بتكون عاوزة تنده على الشخص ده عشان تنزل معاه في العالم السفلي، واللي بيرفض نداها بتقتله. في قصة لشاب معروفة جدا في الأرياف، كان فرحه خلص وبالليل مروا جنب ترعة. فجأة سمع اسمه بينده، ندى عليه من بنت جميلة. كان تقريبا مسحور لدرجة إنه كان عمال يمشي ورا الصوت ده، لدرجة إنه كان هيقع في الترعة. ولما زوجته صرخت ولحقته وندهت عليه كان ممكن فعلا يموت أو يختفي. ولما هي عرفت إن زوجته بدأت تنقذه، فجأة نداها وشها تحول من واحدة جميلة جدا لواحدة شريرة جدا. غضبت وبان عليها غضب رهيب لدرجة إنها قالت له في الآخر هنتقابل هنتقابل. وفي قصة تانية وحقيقية جدا، كان في يوم أيام الستينات راجل كبير راجع من الشغل بتاعه، راجع بالليل جدا. طبعا كان الوقت اللي هو 12 بالليل ده كان دايما بيبقى الوقت مخيف وبيبقى ضلمة جدا، مش زي دلوقتي. في يوم كان ماشي وراجع من الشغل بتاعه، وفجأة لقى حد بينده عليه بصوت أمه، فبيتضير يشوف الصوت ده جاي منين. لقاها حد شبه أمه بالظبط. فلما بدأ ياخد خطوات إن هو يرجع لها أو يروح لها، الغفير صرخ وقال له اوعى تروح لها اوعى تروح لها، دي النداهة. وفعلا أول ما صرخ الغفير اختفت بالتدريج من على الأرض وبدأت تختفي خالص. ولو كان راح لها كان ممكن برضو يحصل زي ما بحكي لكم. للأسف النداهة مش بس في مصر، موجودة في كل العالم بأسماء مختلفة. في اليابان أسطورة المرأة ذات الفم الممسط. في المغرب اسمها عائشة قنديشة. طبعا ما نقدرش ننسى إن الدكتور أحمد خالد توفيق كان ليه رواية مشهورة جدا اسمها النداهة، كانت من ضمن سلسلة ما وراء الطبيعة اللي كلنا اتربينا عليها. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك، ولو عندك تجربة زي دي ما تنساش تحكي.